السلام عليكم. كلنا سمعنا ان المشاكل اللي انت بتتعرض لها والضغوط اللي بتتحط عليك هي دي اللي بتقويك، بس الموضوع ده ناقصه حته صغيره جدا. ناقصه ايه بقى؟ ناقصه ان رد فعلك على المشكله او رد فعلك على الضغط اللي بيتحط عليك هو ده اللي بيقويك وهو ده اللي بيطورك. هقول لك حته صغيره جدا اتعلمتها من الجيم. انا لو النهارده نزلت اتمرنت بوزن تقيل جدا وحطيت العضلات تحت تاثير ضغط عالي وشلت اوزان تقيله وستريس عالي والالياف اتقطعت وبص عملت كل حاجه، ودي اسمها مشكله بالنسبه للعضلات انك تعرضها للود اكبر من اللي هي متعوده عليه، وروحت البيت ما عملتش اي حاجه خالص، هرجع لتاني يوم الصبح عضلاتي بايظه، مش قادر اشيل، مش قادر اعمل اي حاجه. بعكس بقى لو رد فعلي ده كان كويس، ان انا كلت كويس، ارتحت كويس، عملت ريكفري كويس، عضلاتي هتكبر وبالتالي انا هتطور وعضلاتي هتتطور. فالجيم بيقول لنا ايه؟ بيقول لك اي مشكله تتحط فيها فكر كويس جدا وركز كويس جدا في رد فعلك ليها، عشان هو ده اللي هيخليك تتقدم وتتطور. السلام عليكم. السلام عليكم. اكبر غلط بتعمله وانت بتحل مشكلتك انك تبص على نتيجة المشكلة على ان هي دي المشكلة بتاعتك وتبدأ تحل في النتيجة وسايب اصل المشكلة. هتقول لي ازاي؟ هقول لك بمنتهى البساطة. لو انت ما بتخسش فانت شايف ان مشكلتك ان انت ما بتخسش، بس لا، هو دي نتيجة لحاجة غلط انت عملتها. مش ماشي على نظام صحي، مش ماشي مع مدرب، ما بتاكلش كويس، مش محافظ على نومك. فابدأ ارجع لاصل مشكلتك، ابدأ ارجع للاساس عشان تقدر تحل وتوصل لحل المشكلة بتاعتك اللي انت شايفها مشكلة. مثلا شغلك مش عاجبك او مش مرتاح في شغلك، فما تقولش ان انا مشكلتي ان انا مش مرتاح في شغلي. لا، انا مشكلتي ممكن اكون مقصر في شغلي، ممكن يكون المرتب مش كويس، ممكن اكون ما بعملش اللي عليا. فابدا ارجع لاصل مشكلتك عشان تقدر تحل مشكلتك. السلام عليكم.